للحق مرارة، وأنا أعلم علم اليقين أن ربما كلام الحق لا يعجب الكثير، ولكن نواسي أنفسنا في قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما يحصل في بلاد الأمة الإسلامية كافة حينما سفقوا للباطل ففقدوا الأمن في أوطانهم وبلادهم لأنهم استمعوا لدعاة الفتنة. لهذا انظروا، أسألكم بالذي رفع السماء وبسط الأرض وجمعنا هنا، هل رأيتم دولة، وأعني ما أقول، عانت ما عانت من الثورات ثم استقرت؟ لن تستقر لأنها قامت على باطل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى للأمن من أجل الدين، يسعى للأمن من أجل الدين، لا يسعى لهدم الأمن من أجل الدين. بعث لقيصر: أسلم تسلم، أسلم تسلم، لقيصر، وقال إلى عظيم الروم وهو نصراني، وإلى الفرس الذي يعبد النار بعث له: أسلم تسلم، أي افتح مجال للدعوة ودعنا وابقى على عرشك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قرية وقف على السفوح فسمع، يسمع، فإذا سمع الأذان تركهم، ما سأل عن حاكمهم، ما سأل عن قانونهم، ما سأل عن شيء، المهم أن يقام دين الله عز وجل. والله إن الإمام مالك رحمه الله يقول: ما أفتيت حتى شهد لي أكثر من 70 أني أهل للفتوى. الإمام مالك. عطاء بن رباح رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان ينادي مناد في الحج: أن لا تفتوا ولا أحد يفتي في الحج إلا عطاء، رغم عدد العلماء الكثر في الأمة الإسلامية، لكنهم يعلمون أين يضعون الرجال. لهذا ما ضاعت الأمة الإسلامية إلا من علماء الفتنة وعلماء السوء. إنهم أهل هوى لا أهل دين، والله العظيم ليسوا أهل دين. أحدهم هتف وخرج على وسائل الإعلام أن جاهدوا واذهبوا للجهاد، فلما ذهب ابنه، وأعني ما أقول وأقسم بالله أني صادق، فلما ذهب ابنه إلى أحد الدول العربية للجهاد، ذهب الداعية ليكلم وزير الخارجية أن يرجع ابنه، كأن أبناء المسلمين رعاع وابنه هو الطاهر المطهر. دعا للجهاد ومانع ابنه. يجتمعون ويأتون بالطائرات على الدرجة الأولى علماء الفتنة ليجتمعوا فيما بينهم عبر وسائل الإعلام، ثم يقولون بوجوب الجهاد وغيره. فلماذا لم تذهبوا؟ فلماذا لم يذهبوا؟ الإسلام ليس أن تقول بل أن تفعل. ولهذا أقسم بالله أني أستحي أن أتكلم بالجهاد لأني لست أهلا له. هوى متبع ينتقدون هذا ويتكلمون على هذا، وأحدهم يحرم السفر لبلدان عربية ويرتع في البلاد الأوروبية. ثم نقولهم علماؤنا: الصمت عن هذا زيادة سفاهة. ألف مفتي، الجاهل يسمي نفسه مفكر إسلامي، والأحمق يسمي ربما نفسه داعية إسلامي، والجاهل يسمي مفتي إسلامي، وهكذا كل يتعلق بالإسلام والإسلام منهم براء. أصبح أبناؤنا ضحية. لهذا والله ما وقفنا هاهنا إلا أن نعلمكم من هم، لأن غدا أبنائي وأبناءكم يصبحون ضحية لأولئك القوم دعاة العلم والمتعالمين. لهذا ألا قبحهم الله. أهكذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ حينما استفحل الأمر نادوا للناس أن اجمعوا أموالكم لإغاثة إخوانكم، ثم سرقت أموال الناس. أهذا دين؟ أسألكم بالله هذا دين؟ والله على ما أقول شهيد أني ما زدت كلمة واحدة، وكل هذا أعلمه أنا علم اليقين. سفكوا دماء المسلمين في كل مكان من أجل الفتاوى المزعومة. أحدهم الموظفة ترضع زميلها في العمل تكن ماذا؟ أخته. وآخر يحرم السفر. لماذا؟ لوجود المنكر.
وآخر يصنع يفتي فتاوى يستحيون منها الرجال. أولئك الدعاء قبل أن يخرجون على شاشات التلفاز يوقعون بالعقود بالملايين، وأنا وقفت على تلك العقود، وقعوا بالملايين حتى يفتوا ويعلموا للناس دينهم، ثم يجتمع في إحدى الدول العربية ويقول أيها الشباب اذهبوا للجهاد. أين ابنك؟ أين أنت؟ أنت ذهبت إلى أحد الدول العربية فرتعت بها وصمت عن أمة تذبح، وكل هذا بزعمك وفتاويك. لهذا العلم ليس يا عباد الله بكل من استحسنتم وجه أو منطقة أو كلامه، ألا إن دين الله عز وجل متين. ثم بعد ذلك الداعي المسلم إذا دعا للأمن والأمان وعدم حقن دماء المسلمين قالوا عنه متخاذلة وقالوا عنه جبانة، وهم الأبطل المغوار. إذن فاذهب وأرنا واصنع وكن بطلا. أصبح شباب المسلمين ضحية لهم. إلى متى؟ أحدهم ربما أخرجوا لنا رعاع، أصبح رجل لا يحفظ شيء من كتاب الله عز وجل ويشتم العلماء. إلى متى الصمت عنهم؟ ألا إن الصمت عنهم رذيلة. ثم بعد ذلك حينما نحذر منهم أو نضيق عليهم الخلاف نعاني من الشتم، وربما يقذفون بعرضنا وبدمائنا، وربما يتهمونا. لماذا لا يريدون أحد أن يعكر صفو حزبهم، صفو منهجهم العفن الذي جمع لنا كل نطيحة ومتردية وما أكل السبع. ألا إن الإسلام لا يقوم إلا على كتاب الله، وتعليم الناس لكتاب الله أوجب وألزم. ومتى ما علم الناس ما هو كتاب ربنا سبحانه علموا الحق من الباطل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم